السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. بتلخبط ناس كتير وناس كتير بتحسبهم واحد. الفرق بين البلازما والسيرم. الفرق بين البلازما والسيرم عشان تفهمه لازم نفهم اول حاجة مهمة كده قبل ما ندخل في الفرق بينهم. لو احنا جينا جبنا لو احنا جينا شفنا دم الانسان، او يعني لو جينا شفنا البلاد فيسل بتاعك اللي هو الوعاء الدموي. الوعاء الدموي بتاعك ده بيبقى اللي فيه عبارة عن بلاد. البلد ده عبارة عن ايه؟ البلد ده عبارة عن خلايا دم حمراء، خلايا دم حمراء زائد خلايا دم بيضاء، زائد صفائح دموية، زائد بلازما. طبعا دول كده خلايا، لكن البلازما ده عبارة عن السائل بتاعك. السائل بتاعك ده اللي بينقلك مغذيات كتير للأنسجة بتاعتك. فالسائل ده فيه مغذيات كتير، زائد ان هو فيه حاجة مهمة جدا، ألا وهي حاجة اسمها الكلوتينج فاكتور. ايه بقى الكلوتينج فاكتور دي وايه قصتها؟ الكلوتينج فاكتور دي عوامل ربنا حاططها في جسمك، دي بتتنشط في ظروف معينة لحدوث جلطة. طبعا طول ما هي ماشية جوه الدم بتاعك، طول ما هي ماشية جوه الدم بتاعك ما بيحصلش جلطة، من حكمة ربنا ان هو مخليها في الدم عبارة عن مخليها في الدم ايه؟ مخليها في الدم تبقى inactive. يعني ايه inactive؟ inactive يعني غير نشطة، يعني مش اي حاجة تيجي جنبها تخليها تتفعل وتتنشط، لان دي لو بقت نشطة دمك كله يتجلط. انت طبعا طول ما هو الدم ماشي جوه جسمك عمره ما هيتجلط، لانه بيوصل لك مغذيات وينقل لك حاجات، وينقل لك اكسجين ويجيب لك كربون دايوكسيد والحاجات دي كلها، فانت محتاج تنقل المغذيات بتاعتك، فعمر يعني دمك مش بيتجلط. لان الكلوتين فاكتور دي ايه؟ الكلوتين فاكتور دي تبقى inactive. طيب فرضا انا دلوقتي حصل نزيف، فالجسم تلقائي بيتنشط الفاكتورز دي عن طريق حاجات معينه هنفهمها بعد كده. الفاكتورز دي بتتحول للاكتيف فورم بتاعها، وطالما اتحولت للاكتيف بتاعها تشتغل ويحصل جلطه. لكن طول ما هي ماشيه جوه الدم، طول ما هي ماشيه جوه الدم والجسم سليم ما بيحصلش جلطات. طيب هتقول لي طب انا دلوقتي انت عايز تفهمني ايه؟ هقول لك انت دلوقتي فهمت البلاد بتاعك عباره عن خلايا زائد سائل اللي هو البلازما بتاعتك اللي هي لونها اصفر. جميل جميل. لو انا دلوقتي جيت سحبت عينة دم، يعني انا دلوقتي اخدت عينة دم، عينة دم حطيتها في تيوب، عينة دم حطيتها في تيوب. التيوب ديت يعني التيوب دي ما فيهاش اي مادة منع للتجلط، اللي هي التيوب دي اللي هي التيوب الحمراء اللي احنا شرحناها مع بعض. قلنا التيوب دي ما فيهاش اي مادة منع للتجلط. لو جينا جبنا عينة الدم وحطيناها جوه التيوب دي، انا قلت لك ان الدم اول ما يخش جوه تيوب، حتى لو مدى نعومتها عمرها ما هتعادل نعومه البلاد فيسل بتاعتك. فبص التيوب دي ناعمه ازاي، اول ما الدم يدخل جواها هيتجلط، لان التيوب دي ما فيهاش اي ماده منع للتجلط. فاول ما الدم يدخل جواها بعد كام دقيقه هتلاقي الدم ده ايه؟ اتجلط. طب ليه الدم اتجلط؟ لان زي ما قلت لك الدم فيه كلوتينج فاكتور. كلوتينج فاكتور ديت اتنشطت. ازاي اتنشطت؟ اول ما في فاكتورز كده هنعرفه، اول ما بيجي يلامس السطح الخشن بتاع التيوب دي بيتجلط، يعني بيؤدي لتجلط الدم. اول ما الفاكتورز يشتغل بقيه الفاكتورز على طول تتنشط، لان هي بتبقى سلسله ورا بعض، بتنتج في الاخر ان هي تتكون بقى البروثرومبين يتحول للثرومبين، والفايبرينوجين يتحول للفايبرين، وبالتالي تكون الخيوط بتاعتك اللي هي مسؤوله عن الجلطه. فاصبح انا دلوقتي لو سحبت الدم في التيوب دي بعد وقت هلاقي الدم اتجلط. يعني لو سحبت الدم في التيوب بعد وقت هلاقي الدم اتجلط، حصل كلوت، حصل جلط، كله ماسك دلوقتي، او كله ماسك في بعضه. طب انا دلوقتي هستفاد ايه؟ هقول لك لو انا دلوقتي جبت العينه دي وحطيتها في السنترفيوج اللي هو جهاز الطرد المركزي. سنترفيوج اكيد كلنا سمعنا عنه، جهاز الطرد المركزي. جهاز الطرد المركزي بيلف لي العينات بسرعه على حسب ما انا او اديها له. بيلف لي العينات، بعد ما يلف لي العينات ينتج في الاخر يطلع لي التيوب بتاعتي تاني، بس العينه مفصوله، الدم مفصول. ايه اللي بيحصل بقى؟ انا دلوقتي كان الدم بتاعي متجلط، اما طلع لي وفصلها لي نزل لي اللي كثافته تقيله تحت، اللي هي الجلطه بتاعتك اهي. الجلطه بتاعتك نزلها تحت، بتبقى ماسكه كده، ماسكه جامد. وفوق هنا
وفوق هنا بيبقى فيه سائل، يعني في الحته دي كده بيبقى فيه سائل، بيبقى فيه سائل هنا لونه اصفر مثلا. السائل ده هنا اقول عليه ايه؟ السائل ده اقول عليه سيرم. ليه بقى اقول عليه سيرم؟ ما ينفعش اقول عليه بلازما هنا، لان الدم بتاعي استهلك عوامل التجلط بتاعته في تكوين الجلطه من الاول، لان عوامل التجلط اتفعلت، لان ما حطيتش اصلا التيوب دي ما فيهاش ماده مانعه للتجلط. فهنا السائل ده اقول عليه ايه؟ اقول عليه سيرم. والجلطه تحت اهي اتكونت، دي الكلوت بتاعتي، دي الجلطه. فهمنا دي، فهمنا دي. نيجي بقى لو رحنا اخدنا تيوب تانية، يعني لو رحنا هنا اخدنا تيوب تانية، حطينا عينة الدم دي في تيوب، بس التيوب دي المرة دي فيها ايه؟ فيها مادة مانعة للتجلط، فيها انتي كواجلانت، انتي كواجلانت، مادة مانعة للتجلط، وليكن ستريت، اللي هي زي ما قلت لك اللي لونها لبني، اللي هي التيوب دي، التيوب دي، التيوب اللي هي لونها لبني. الستريت دي يعني مادة مانعة للتجلط، هي جوه، لو انتوا شايفينها في الصورة. اول ما احط الدم اقعد اقلبها كده مع بعض لحد العلامه، فالدم ايه ينتج؟ اللي هو الدم ايه؟ ما يتجلطش. فاصبح انا الدم بتاعي مش هيتجلط حتى لو عملت ايه. يعني لو جبت التيوب بتاعه الستريت مثلا، حطيت فيها عينه الدم بتاعتي، مع الوقت هلاقي الدم بتاعي ما اتجلطش. عكس دي بعد كام دقيقه هلاقي الدم بتاعي اتجلط. فدي نو كلوت، في سائل جوه. الدم عباره عن سائل كانه ماشي جوه جسم الانسان. طيب انا بقى عايز كل الخلايا تبان، فاروح رايح برضه عامل نفس الكلام، اروح رايح حاطط التيوب دي في جهاز الطرد المركزي اللي هو السنتر فيوج. السنتر فيوج يطلع لي التيوب تاني. التيوب المره دي فيها ايه؟ التيوب المره دي فيها من تحت هنا خلايا الدم الحمراء ما حصلهاش تجلط، خلايا الدم الحمراء زي ما هي. عكس بص هنا في جلطه اتكونت خشنت كده مع بعض، لكن هنا في خلايا دم حمراء، فهنا اقول ريد بلاد سيلز. عايز اقول لك على حاجه برضو ايه، خليها في ذاكرتك عقبال ما نيجي نشرح في جزء الهيماتولوجي وهنعرف الحاجات دي. بس هي ما اسمهاش خلايا دم حمراء، يعني ما اسمهاش ريد بلاد سيلز، هي اسمها الصح ريد بلاد كورباسل. ليه سميناها ريد بلاد كورباسل؟ لانها في الاصل هي مش خليه، لانها ما فيهاش اصلا نواه. فعشان كده احنا ما ينفعش نقول عليها، يعني كلمه خليه ماشي نقول يعني الاسم المستعار، لكن احنا الصح عشان نبقى فاهمين هي ما اسمهاش ريد بلاد سيلز، اسمها ريد بلاد كورباسل. كرة دم حمراء تبقى عاملة كده، شكلها عامل مقعر كده. طيب ماشي، مش موضوعنا دلوقتي. كون لي تحت خلايا دم الحمراء بعد الفصل، وتكون لي عندي فوق سائل برضو، بس السائل المرة دي ايه؟ السائل المرة دي فيه كل عوامل التجلط، لاني ما استهلكتش عوامل التجلط، انا حطيت مادة منع للتجلط، وقفت الفاكتورز كلهم ان هم يشتغلوا. فالمرة دي اقول على السائل ده هو بلازما. هنا بقول عليه بلازما لانه في ايه؟ في عوامل التجلط. جميل جميل. طب في حاجة بقى عايز اقولها لك تبقى برضو في ذاكرتك. في النص هنا، في النص هنا لو انتوا شايفين في الفيديو اهو، في النص هنا في الحته دي كده في طبقه رفيعه خالص. الطبقه الرفيعه دي خالص، مش انا قلت لك الدم عباره عن خلايا دم حمراء وخلايا دم بيضاء وصفائح دمويه وبلازما؟ انا قلت لك خلايا دم حمراء هي والبلازما فوق اتفصلوا على حسب الكثافه. في النص هنا بينهم في وايت بلاد سيلز زائد البليتلت، دي كثافتها بتبقى وسط بينهم. بس هنا راحوا جم حطوا اسم للطبقه دي مع بعض، قالوا ان هي اسمها ايه؟ قالوا اسمها بافي كوت. خليك حافظ الحته دي لحد ما نيجي في جزء الايه الشرح بتاع يعني كل دول يعني هنشرحهم في تحليل اسمه CBC، هنشرحه بعد كده في جزء الهيماتولوجي، بس خليك فاهم التقسيمه دي. فهمنا؟ طب احنا دلوقتي بقى عايزين نطلع بايه؟ عايزين نطلع بالفرق بين البلازما والسيرم. البلازما هنا كان فيها كل عوامل التجلط، يعني البلازما هنا ما هي الا السيرم زائد الكلوتينج فاكتور. جميل جميل. فنيجي هنا ندي الملخص بقى تحت. انا دلوقتي كان عندي البلازما بتاعتي، البلازما بتاعتي عبارة عن سيرم زائد الكلوتينج فاكتور. ازاي؟ مش هنا احنا قلنا السيرم قلنا كلمة سيرم ما ينفعش نقول هنا بلازما. ليه ما ينفعش نقول بلازما؟ لان عوامل التجلط الكلوتينج فاكتور خلاص استخدمناها. لكن هنا يعني هنا اهو، يعني هنا لو جينا عملنا معادلة، بص انت لو وديت دي اصلا هناك، فالسيرم بتاعك عشان تفهمها، السيرم بتاعي خلاص بقى هو البلازما، يعني السيرم هو البلازما، بس تقول لي ايه؟ لا بس هنشيل منها الكلوتينج فاكتور
الكلوتنج فاكتور اللي احنا استخدمناها في ايه؟ في تكوين عمليه تكوين الجلطه. ففهمنا البلازما بتساوي السيرم والسيرم بيساوي البلازما، بس في فرق، البلازما هي السيرم زائد الكلوتنج فاكتور اللي هي ما اتنشطتش. فدي بنحصل عليها منين؟ دي بنحصل عليها من اي تيوب فيها ماده مانعه للتجلط. السيرم بنحصل عليه منين؟ من اي تيوب ما فيهاش ماده مانعه للتجلط، اللي هي التيوب ايه؟ التيوب الحمراء. خليهم قدامك كده عشان تبقى فاهمهم. يبقى كده تاني، السيرم بنحصل عليه من التيوب اللي هي ما فيهاش ماده مانعه للتجلط، بتأدي يتنشط عامل اول ما يجي يلمس في السطح الخشن يتنشط. هنفهمهم بعد كده، السلسله دي هنفهمها، هي بتبقى عباره عن سلسله متتابعه. فاكتور ينشط بقيه اخواته. لكن هنا البلازما هنحصل عليها من اي تيوب فيها ماده مانعه للتجلط. اتمنى تكونوا فهمتوا الحته ديت، الفرق الجوهري بين البلازما والسيروم، عشان محدش يتلخبط تاني ويقول البلازما هي السيروم، لان في ناس لحد دلوقتي ما تعرفش الفرق بين البلازما والسيروم ويقول لك الاثنين واحد. لا، الاثنين مش واحد. في ناس اول ما تقول لهم سيروم يقول لك يعني ايه سيروم؟ يعني الاسم المعروف بلازما، لكن ما فيش ناس تعرف السيروم. اتمنى تكونوا فهمتوهم، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كده ايه يعني يعني الفروقات اللي هي ايه بتلخبط الناس دي هعملها لكم باذن الله ان شاء الله في فيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم.